يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو النهارده هيكون برودكت ريفيو، يعني هنتكلم عن منتجات انا استخدمتها وهقول لكم رايي فيها. بس قبل ما ابدا الفيديو، الناس اللي لسه ما عملتش سبسكرايب للقناه يا ريت تعملي سبسكرايب في القناه وتفعلي الجرس وتختاري اول عشان يوصلك كل فيديو جديد. ويلا بينا نبدا الفيديو. واول برودكت هتكلم عنه هو ده فيشل ووش او غسول الوش من بيز لاين. المفروض ان ده للبشره الدهنيه والمختلطه، وانا بشرتي مختلطه زي ما قلت لكم قبل كده. بصراحه يا جماعه ما عجبنيش خالص، يعني ما حسيتش ان هو بيعمل اي فرق، ويعني ريحته عاديه مش احلى حاجه. استنى كده. يعني ريحته عادية، صابون عادي، تأثيره على البشرة عادي، يعني ملوش اي تأثير يعني. فما حسيتش ان هو ليه تأثير على البشرة المختلطة، يعني مثلا مش بيعمل كنترول للدهون او للزيوت، لا خالص عادي جدا. فما حسيتش ان هو افكتيف قوي. بعد كده المرطبات، انا استخدمت بيبانتين لفترة طويلة شوية. هو طبعا مرطب خفيف جدا، يعني هو اول ميزة ان هو مرطب طبي، يعني مفهوش عطور، فده حاجة كويسة للبشرة. بس هو مرطب خفيف، يعني عايز بشرة تكون عادية او تكون وهو كويس للبشرة المختلطة برضو. لكن لو بشرتك جافة او واحنا داخلين على الشتاء، هحاسة ان هو هيبقى يعني في الشتاء هيبقى مرطب خفيف، يعني مش هيدي التأثير، لان طبعا احنا بشرتنا بتبقى جافة اكتر في الشتاء، بتبقى عايزة حاجة اتقل من كده. فده كويس قوي في الصيف وحسيت ان ترطيبه معقول جدا، زائد ان سعره طبعا يعتبر مش غالي. تقريبا وصل سعره دلوقتي 70 على ما اعتقد، فكويس قوي. البرودكت اللي بعد كده ده من نيتروجينا، ده مرطب برضو يا جماعة. بصوا الحاجات اللي مكتوب عليه يعني كلها فظيعة. هو لوشن مرطب وفيه SPF 25، وبيزيد من ترطيب البشرة وحمايتها من العوامل الضارة الخارجية وأضرار الشمس، وللحصول على بشرة أكثر إشراقا ونضارة. طبعا مفيش أي حاجة من الكلام ده بيحصل، ولا أكثر إشراقا ولا نضارة ولا أي حاجة. مرطب عادي جدا. هو كده لونه أزرق، هو بس ريحته تحفة. يعني الميزة الوحيدة في المرطب ده ان هو ريحته حلوة جدا. برضو يعتبر مرطب خفيف، ما يتحطش على الوش لان هو ليه ريحة قوية، فطبعا ما يتحطش على الوش. بستخدمه للايد او للجسم. يعني هو ميزته ان هو ريحته حلوة جدا بس، يعني لكن ترطيبه يعتبر ترطيب خفيف برضو. مش حاسه انه هيبقى احسن حاجة في الشتاء، ف كويس في الصيف. و مفيش طبعا موضوع النضارة والكلام ده كله. كمان البرودكتس اللي استخدمتها مؤخرا، هو الحقيقة لاروش بوسيه ده مش مؤخرا، اللي هو سان بلوك انتي شاين ونان بيرفيوم دراي تاتش جيل كريم 50 بلس. الاس بي اف بتاعه 50 بلس. طبعا هو زي ما انتم شايفين هو خلصان اساسا يا جماعه، ميت يعني. بستخدمه بقالي طبعا فتره كبيره، فهو تقريبا بيخلص. يعني هو بقى غالي جدا جدا. ف طبعا مش محتاجه ان انا اتكلم عن لاروش بوسيه، لان هو يعتبر من احسن او هو فعلا احسن الصن بلوك الموجودة في السوق. بس عيبه الوحيد ان هو سعره يعتبر غالي، لكن طبعا تأثيره حلو جدا على البشرة المختلطة، مش بيدهن، فحلو جدا. كمان الحاجات اللي جربتها الصن بلوك ده بتاع بوبي، عجبني جدا يا جماعة. برضو هو برضو انتي شاين، هو كويس بس بعد ساعات طويلة بتحسي ان هو بيدي شوية شايني شوية، يعني بيخلي البشرة تدهن حاجة بسيطة.
سعره معقول جدا جدا، ده من المميزات بتاعته طبعا ان سعره حلو جدا. في ناس مش بترتاح عليه، مش بينفع معاها، بس انا بشرتي مختلطة وعادي يعني بستخدمه، مش بحس ان هو سيء، هو متوسط فحلو، وسعره طبعا كويس جدا. فمن الحاجات اللي هي من البدايل الكويسة للبشرة المختلطة. كمان لقيت ده يا جماعة بالصدفة وانا في سبينس. كنت اول مرة اشوف البرودكت ده، صن سكرين من براند بوبانا. بوبانا طبعا مشهور قوي، معروف في الماسكات وكده. اول مرة اشوف الصن سكرين بتاعه. برضو سعره مش غالي، كان تقريبا في حدود 150. ال SPF 50 بلس، الكمية تعتبر كبيرة. برضو من الحاجات، هو ده سان سكرين جل، هو خفيف قوي على البشرة، مش بتحسي بيه خالص. برضو عجبني وحسيت ان هو كويس وبديل كويس، وسعره معقول. هو ريحته كوكونات قوي، يعني ريحته جوز هند واضحة، فاللي مش بيحب ريحة الجوز الهند مش هيعجبه. لكن غير كده هو خفيف وحلو على البشرة ومش بيدهن. كمان جبت من بوبانا نفس البراند ده برضو فيتامين سي ماسك. ده بيل اوف ماسك. طبعا تأثيره لحظي زي ما احنا عارفين الحاجات البيل اوف دي، بس هي ميزة البيل اوف ده كمان ان هو طبعا بيشيل الدهون، بيشيل الروس البيضة اللي في الوش، فبيخلي البشرة صافية ونقية. فحلوة قوي يعني، عجبني قوي البيل اوف بتاع بوبانا. هو ريحته فيتامين سي قوي برضو، زي الدواء كده بتاع الكحة او الفيتامين سي يعني، بس هو حلو. ويعني انا ما استخدمتوش غير مرة او مرتين، فلسه يعني هستخدمه اكتر من كده، وهقول لكم رأيي فيه بعد فترة، هل عمل تأثير او لا. المفروض ان هو بيوحد لون البشرة ويزيل البقع الداكنة اللي في الوش، فلسه ده قيد التجربة. اخر برودكت هتكلم عنه النهارده عشان الفيديو ما يطولش مني، فولتان. ده اللي هو بتاع الرموش والحواجب، بيتقل الرموش والحواجب. برضو انا يعني بستخدمه بقالي شهر او يعني اكتر من شهرين تقريبا. بصراحة يا جماعة انا مش حاسة بحاجة في الرموش، يعني مش حاسة ان في فرق في الرموش، بس حاسة بفرق بسيط في الحواجب، مش يعني مش الفرق القوي. برضو لما خلصوا خالص هقول لكم النتيجة بتاعته، بس مبدئيا نتيجته بالنسبة للحواجب يعني عمل فرق بسيط يعني في خلال شهرين. وبكده يكون خلص الفيديو بتاع النهارده. حبيت اعمل لكم ريفيو سريع وبسيط عن البرودكتس اللي انا بستخدمها. يا رب يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا منه. اكتبوا لي تحت في الكومنتس ايه البرودكتس اللي انتوا بتستخدموها وهي حلوه جدا معاكم، خاصه اصحاب البشره المختلطه، وقولوا لي ايه البرودكتس اللي انتوا عايزيني اجربها. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتعملوا شير مع اصحابكم، وتابعوني على الانستجرام، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي. Behind closed doors, I'm a fool for your love.